إلا بالله العلي العظيم. فنجان القهوة على البحر، أحلى قعدة. هي أول مرة أروح البحر. ماما ما راح. وقفنا بالاستراحة الثانية، هون في سد، هلا بدنا نصفر لأنه جعنا كتير. بدل ما نقطع نفسنا. فيها مراجيح كمان، قعدتها حلوة ورايقة. في تمام مستوى الشغل؟ لك زين شكل، الله يعطيك العافية. شوفوا هالمنظر هذا. ما جاء الجميل إلا بعد صبر طويل، وما أشرق النور إلا بعد ليل ثقيل، ففي كل تعب بذور خير، وفي كل دمعة وعد بفرح قادم. يختبرنا الله بالتأخير ليمتحن يقيننا، فإذا رضينا وصبرنا جاء العطاء أجمل مما نتمنى. فكل ما تنتظره يأتي في الوقت الذي يعلم الله أنه خير لك، وسيدهشك كيف يجمع الله بين الدمعة والضحكة، وبين التعب والراحة. فما أجمل القلب إذا رضي، وما أبهى الحياة إذا تزينت بالقناعة. ليست السعادة في كثرة ما نملك، بل في رضانا بما قسم الله لنا، وفي قدرتنا على الصبر والتفكر في جمال خلقه. اللهم إني وليتك أمري، فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري. اللهم اجعلني ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته. اللهم إني أسألك خير الأيام وخير ما أتت به، وأسألك راحة في القلب ومغفرة للذنب وسعة في الرزق وحياة كما نتمنى. اللهم آمين. ولكل متابعين يا رب العالمين. يلا دعاء الخروج يا بنات. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا من يسر كل أمر عسير يا رب يسر. هاي محطة عربين، عربين ترحب. والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يسعد لي أوقاتكم بكل خير، ورجعت لكم بفضل الله تعالى فيديو جديد. وأخيرا بعد تقريبا شي 15 سنة رح نروح على اللاذقية على الساحل السوري، تقريبا من بداية 2010، من بداية المشاكل ما بقى طلعنا ولا بقى رحنا لمكان، وبعدين كل واحد تغرب بمكان، حتى هيك ربكم فرجة واجتمعنا ورح نطلع على البحر كمان مع بعض. يعني سبحان الله مشوار البحر كتير كتير حلو، بس 50% بيرجع حلاوته لصاحبته، مع مين مصاحبين فبتنبسطوا أكثر. فاليوم إن شاء الله رح نشارككم مشوارنا على اللاذقية، رح نشارككم كل التفاصيل، كل شيء أول بأول. فوالله طلعنا من الشام من قبل أذان الفجر بشوي صغيرة، ونحن ماشيين أذن الفجر فوقفنا صلينا الحمد لله رب العالمين، وبعدين كملنا مشوارنا. طبعا صلاة الفريضة ملزمين نوقف ونصلي لو مسافرين، بس فينا نصير نجمع ونقصر مثل الظهر والعصر مثلا فينا نصليهم مع بعض كل واحد ركعتين. كمان المغرب والعشاء، المغرب بس 3 ركع والعشاء ركعتين، ففينا نجمع ونقصر، مثلا نجمع المغرب مع العشاء أو العشاء مع المغرب. شوفوا سبحان الله رب العالمين عاطينا استثناء للمسافرين. دائما ديننا الإسلام دين يسر وليس عسر، الحمد لله رب العالمين. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني سبحان الله رب العالمين عملنا استثناءات كرمال كل واحد يدبر أموره على حسب. فوالله هون طلعنا بالفان تبع صهري جوز أختي، عنده فان سياحي بس صاير نص سياحي لأنه لسه ناقصه كراسي من ورا. فشفت الأولاد حطينا لهم طراريح، يعني بقضوا الوقت كانوا شي نايمين شي قاعدين، بيرتاحوا أكتر على فكرة من الكراسي. إن شاء الله بس الله يكرمه رح يعملوا سياحي كامل. فأي حدا بده ياخده طلب من المطار، من باب الهوا، من الحدود التركية، يعني هو جاهز لجميع الطلبات. فأي حدا مثلا نازل على سوريا وما بيعرف يدور أو يفتل داخل سوريا فيكم تتواصلوا معه، أنا رح أحط لكم رقمه
داخل صندوق الوصف. دائما سبحان الله الجو بيكون غير عن كل المناطق. هذا الطريق بين حمص والشام، فدائما بالشتاء مرة رحنا على حمص إذا متذكرين، لقينا عم ينزل الثلج بس هاي المنطقة. وهلأ كان الجو كتير حلو، ما بنلاقي إلا ضباب، يعني بتحسوا إنه بعز دين الشتوية يا لطيف. فسبحان الله سبحان الخالق العظيم. وصلنا بالطريق بين حمص وطرطوس، قلنا لهم وقفونا هيك استراحة بس نقعد نفطر، والولاد هيك ياكلوا خطي جاعوا، بعدين بنكمل طريقنا. وشوفوا الطريق ما شاء الله، يعني عن جد تسلينا بالطريق لحاله بحد ذاته حلو مسلي الحمد لله. محطة غاز الدبوسية. شو أيمن هون بحدود لبنان؟ من هون سبحان الله. طرطوس بما إنها إلى حدود مع لبنان، فبتلاقوا الطرقات تبعاتها كتير بتشبهها. هلا شوفوا الجبال الشجر يلي كان يتابعني وأنا بلبنان، فبتلاقوا المناظر نفسها. حتى وقت نزلنا على اللاذقية المدينة طرطوس المدينة، بتحسوا حالكم ماشيين كمان بطرابلس ببيروت. وقفنا نعمل استراحة. هذا قالب الكيك شايفينه، جايبته معي. يلا تفضلوا. مين بده يغلي لنا القهوة هلا؟ ماما. وانا عفوا منكم كانت تاني استراحة الصراحة، على قد ما وقفونا استراحات نسيت، فهاي كانت التانية. وقفنا بس لنشرب قهوة، وأكلوا الولاد كيك وحلويات، وبعدين كملنا طريقنا للاستراحة اللي بعدها لحتى فطرنا. شكله في استراحة فرن. معكم تحين نعملكم شوية مناقيش. انا حامسك. انا نزلت المسا بعد ما اعتمدنا. فهذا الفيديو حيكون مشترك بيني وبين قناة اختي بيت الاميرات، يعني رح تشوفوا فيه كتير لقطات مشتركة بيني وبينها. فما تدقوا بهذا الفيديو لانه طلعنا المشوار سوا، بس طبعا كل واحد من زاويته الخاصة، كل واحد عنده طريقته بالتقديم طريقته بالشرح، فلو كان في تشابه سامحونا بهذا الفيديو. هي اول اطلالة للبحر. وينه؟ شو مبسوطة سلامة؟ نروح هيك بعدين نروح هيك على البحر. لا لسه في طريق. بناء الحقيقي يبدأ بناء النفوس. طريق حلو. شوارع اللاذقية المدينة كتير ما شاء الله شارع حلو وراقي ومرتب. نحن ما حبينا نروح على شاطئ طرطوس باللاذقية، في أحلى، حتى برأس البسيط لسه على أحلى وأحلى بس أبعد. يعني كل ما مشينا كل ما بصير أحلى، بس كل ما بصير أبعد. عرفتوا؟ في آخر نقطة للبحر هي كسب، بس ما شاء الله جنة على الأرض. فنحن ما رحنا على شاطئ اللاذقية العادي، في شواطئ كتير، في قريب في بعيد، بس صهري حب ياخدنا على أم الطيور، يعني صايرة منطقة جبلية والبحر بالوادي، فكان المنظر ما شاء الله بياخد العقل. يعني أكتر شي ذكرني المنظر بأم التنافس الفوقة وأم التنافس التحتة اللي شفناهم بمسلسل ضيعة ضايعة، فتحسوا الأجواء قريبة منا. هلا بتشوفوها إن شاء الله بس لنوصل. إن شاء الله على الطريق كتير حلو. هذا الشاطئ الأزرق. نرحب بكم ليلة النهار. ليكم ما شاء الله. الشاطئ الأزرق. الشاطئ الأزرق رحب بنا جميعا. هون جابونا أول شي على هذا الشاطئ كولدن بيتش. قال بالعادة الشباب وقت يجوا هيك مع بعضهم فبيجوا عليه، بس نحنا ما عجبنا. ليش؟ لأنه الشاليهات ما صايرة على إطلالة البحر، يعني في مشي وبتعرفوا في أولاد معنا، فقلنا لهم ما بدنا، نحنا بدنا شاليه هيك نطلع من البلكونة نشوف البحر. في منتجع، في شاليهات مرتبة، في خفيفة، على حسب كل واحد شو بحب، على حسب إمكانيته. وأكتر يوم هو بيكون غالي ومعجوق هو يوم الجمعة، فما تجوا يوم الجمعة، تعالوا بأي يوم بالأسبوع إلا يوم الجمعة. فشايفين المنطقة كتير حلوة ومرتبة وراقية، بس المشكلة مثل ما قلت لكم إنه الشاليهات مالها على البحر دغري. هلا وقفنا الاستراحة الثانية، هون في سد. هلا بدنا نفطر لأنه جعنا كتير. يلا سوا نشوف. ما شاء الله. هلا هذا سد ولا بحيرة؟ سد. هلا شوف. ايوه عفر غزلان. ابو نزار جاب لنا كيلو من كل شيء.
جبنة لبنة، جبنة ناعمة، مربى زيتون، سبح. جبنة دهن، سبحة، زيتون. يا عيني يا عيني. حتى زيتون محشي جاية مقطع. شو بيقولوا له؟ سلطة. ايه محشي سلطة. على دول كفيكم 3 ايام، الطلبة يمكن للمساء يخلصوا كله. يرضى عليه وبعد شي منظور. ما في منه بس فريز. يلا حضرنا سفرة هاي للنسوان. يلا الحمد لله رب العالمين. وهي للرجال. يلا تفضلوا. حطينا كل الجلي هيك بكيس. هلا بس نوصل ان شاء الله على الشاليه بنجليهم. هلا عم نضب اغراضنا مكبرين طريقنا. شكلنا اليوم حنقضي نهارنا استراحة. هي أول مرة نروح البحر. ماما هلا وصلنا على قرية أم الطيور. هي جبلية مو هيك ونزة. لا جبلية. جبل ساحل. هلا خالته وماما نفس الشارع. ماما نفس الجبل. هلا هي الجبل هذا اسمه جبل التمساح. شوفوا هيك شلون راسها. أيوة. شايفاه؟ هاي بنشوفها على التلفزيون بالعادة. تسلم لي عينك. هيك هذا اسمه جبل التمساح. هيك طريقة. في حدا. هون لا مو هذا. برافو. شوف هداك الزلم. والله العظيم ما بتفرق عن تركيا ولا شو. هذا مثل خليل الصايد. شايف ابن زاهر اول مره بتجالس بالطياره الجامعه. لحنا عمرنا عمومي وابي الشيخ ابو حسن عبد الهادي الله يرحمه. سويسرا ما شاء الله. سويسرا. رحنا لنشوف شاليه. شوفوا هون الشاطئ رملي. هلا في منهم شواطئ صخرية في منهم رملية. ما شاء الله حلو ورايق وما فيها العجلة. رح نشوف هاي الشاليه في أرضي وثاني. أنا من هذا الجانب لهذا الجانب. نمشي نطلع لي على البحر. سفرة كمان طلعت على البحر. غرفتين نوم فيها. تتغرف نوم والله. هي اطلالتها هون على ارض زراعية. هاي المطبخ الصغير. متخيل هون هيك القعدة مع فنجان القهوة على البحر. احلى قعدة. نطلع نشوف الطابق الثاني. عم بيقلي ابو نزار احلى من هون. اني بحب طابق اول دغري يعني اهون. والله ما اول مرة. والله يا عين. لا ما شاء الله بجنن. هي كمان غرفة نوم. هي كمان غرفة نوم ثانية. غرفة نوم ثالثة. كمان مطبخ صغير. أجارة 450,000 سوري بالليلة. تقريبا 40 دولار يعني. بس إنه في غاز وشوي من عدة المطبخ، طناجر وهيك شغلات، كاسات، فناجين. كتير حبيت. هلا كمان حنشوف هون شاليه ثانية. نشوف إذا بتناسبنا أو لا. هون منتفعات. غرفة نوم. ايوه عاملين قعدة عربية هون. هون في مطبخ صغير وململم. كمان أنية غاز وبراد وكشراس على البحر. حلوة القعدة. للولاد هدول مطارات وبيجي معهم سدادات أنف وأدام. شو عجبتكم هاي؟ يلا جاي لعندكم. هلا ما لقينا شاليه تعجبنا. إن عجبتنا بيطلع ما فيها طاقة
وإذا فيها طاقة وفيها كل الإمكانيات يعني بتطلع غالية. فهي الشغلة شوف ما أحلى هيك طالة دغري على البحر. رح نشوف إذا فيها مكان فاضي أو لا. شاليهات الغضبان كله هون شقق للإيجار يعني. ما أنا طلعت مأجرة. تعالى نوقف هون شوي. لو جايبين خيمة متحركة وقعدنا لهالبحر ما كان فيها. هلا عجبتهم واخيرا هاي الشاليه فيها مراجيح كمان وقعدتها حلوة ورايقة. أول مكان حلو حتى فرشة حلوة وشاشة مروحة مكيف مرتبة يعني. هاي كمان غرفة ثانية نوم. هاي كمان غرفة نوم ثانية وفرشة زيادة كمان. يلا وهي المنشفعات مطبخ صغير ململم. كل الشاليات هيك مطبخ صغير مع براد وطاقة وكل شيء تمام. في هاي طابق أول وفي طابق ثاني. هاي الطابق الأول كمان نفس السيستم. ريحتها معطرة ما شاء الله نظيفة ومرتبة. نحن عم ندور على شاليه تعجبنا. فهون شاليهات العفيف ما شاء الله كتير مرتبين وحلوين. أجارة بالليلة 600,000 بس ما شاء الله بتستاهل. فيها مكيف طاقة ما بتنقطع الكهرباء 24. فهي كل ما صار فيها خدمات أكتر كل ما بيغلى أجارة أكتر. الشاليهات تعجبنا نشوفها أجارة 350,000 بس تطلع الكهرباء فيها على البطارية يعني بس للذات من دون طاقة شمسية. بس كمان الواحد جاي ينبسط يروق ما يلتهي اجت الكهرباء وطفت الكهرباء. فسبحان الله كل واحد على حسب إمكانياته على حسب شو قادر يدفع بياخد. في هيك في الرخيص وفي الغالي. إنه في فرشات زيادة لا مشان الأولاد بنحطلن إياهم بالصالون وبيناموا فيهم. وفي بلكون والله هو الصراحة أحلى شيء السهرة. هذا هيك يسهر على البلكون بيسهر شوي على الشط شوي على البلكون. هدول بدك تجيبي منهم معنا؟ أيوة هذا هو. قدامنا مطعم يعني إذا حبينا كمان مطعم مأكولات. لكن اللي جبناه هاي النفاخة والله كثير بتساعد بدل ما نقطع نفسنا. أهم شي طبعا وقت نيجي على البحر شو الواقي الشمسي. أنا هاد جايبته معي من لبنان والله ظريف بس تقريبا خالص. هذا 70% وهذا جبته من سوريا 80%. فراح ادهن إلي ولا الأولاد. كل ما نزلنا وطلعنا لازم ندهن مشان ما نحترق. بدي أول شي أغسل هاي العلبة أحط فيها شوية تراب بس هذا مكتوب. بدنا نزينها. ايوه هلا إذا استنينا شوي الماء ما بتختلط مع التراب. هرب شو عم تحفروا يا ندى؟ يا لطيف. هاي العشب البحر. ماما لاقي انتظروا بس لاقي استني هلا بترجع بتزبط. شو عملتوا بحالكم؟ انا كمان سام نادي لك اخر شيء ثلاثة نساوي طلعة. كثير هاي شوف الله يهديه هيك شوي بس نعرف نسبح. يلا 1 2 يلا 1 2 3 هلا صار بدها كاسة هيك نسكافيه. تعبنا بعد ما سبحنا وسفر فوالله تعبنا. هيك رح نشرب هيك كاسة نسكافيه نعمل ريلاكس
بعدين بدنا نعمل غفوة. الرجال كلهم نام، الأولاد قاعدين تحت، شي نايم شي تحت عم يلعب بالمراجيح. لا احنا رح نشرب لنا هيك كاسة نسكافيه نحنا وماما ونوارة، وبعدين على الفرش. هي بعدين نعمل هي غفوة صغيرة من قبل ما نجهز الأكل. مع انه كلياتنا ركضنا على البراد، هلا لفينا سندويش لانه سبحان الله الواحد بس يسبح بيجوع. احلى فنجان نسكافيه مع ام اللول حبيبتي اختي. احلى فكرة حبيتها شو؟ انه قبل ما يطلعوا على البيت في هون دوش، بغسلوا حالهم من الرمل بعدين بيطلعوا على البيت، عرفتوا؟ بعدين بيعملوا دوش العادي. بس كتير انبسطت بهالقعدة والله الحمد لله. شوفوا لي منظر الغروب الشمس مع البحر ما شاء الله. وهي لمتابعيني هيك فنجان قهوة مع غروب الشمس. قهوة كبيرة فبدها 3 معالق. كانوا الشباب بده يبلشوا يقوموا يعملوا المشاوي، فقالوا لنا اعملوا لنا اول شي قهوة نشربها على البحر بعدين نبلش بالاكل. شارككم الاجواء مباشر. صراحة المطعم يعني محلي المنطقة، مطعم العفيف. هون الواحد بيقدر هيك ياخد صور حلوة بتطلع، عاملين هيك حركات بركات. يلا بلشت تجهيزات الاكل. هلا جايبين معنا شيش تبل جاهز بس حيشكوه الشباب، وهون لحم دجاج مفروم رح يعملوه كباب. هلا بدنا نتبله ونعمله كباب. شوفي عندي شوي حطيهم هون. ماما الله يخلي لنا اياها رح تفرم لنا السلطه. رح تعملوا مقلايتين بطاطا يعني. بلشنا هيك بتجهيزات الاكل، شي استلم البطاطا شي السلطه. الشباب صاروا يشكوا اللحمه، جايبين شيش وكباب. يعني رح نشوي اليوم وان شاء الله بالفيديو الجاي ما في شغل. الفيديو الجاي فيه فعاليات اكثر من هذا الفيديو، لانه هذا الفيديو كان عبارة عن سفر وجولات بالشاليهات وهيك. فالفيديو الجاي ان شاء الله رح يكون اجمل. فنحن اخذنا الشاليه ليلتين، يعني رح نضل 3 ايام ان شاء الله، ما رح فينا نطول كرمال مدارس الاولاد. وتمنيت كتير انه لو رحت قبل المدرسة. هلا قد ما منظر البحر مريح للأعصاب مريح للنفسية، الواحد بس بيتأمل وبيستشعر بعظمة الخالق، وطول الوقت بيذكر الله وبقول سبحان الخالق العظيم على هالمناظر على هالإبداع. تبارك الرحمن أحسن الخالق. شوفوا لي هالمنظر ما شاء الله، ما بيطلعوا إلا المعلمين، كل سيخ وأخوه بنفس الشكل. بنتي 9 حبيبتي. 9 جايزمين. بنتي 9 عندي شغلي مشغل فيها. بدنا كرتوني. شو عم تعمل هلا ابو نزار؟ شغل فحم هيك على الغاز؟ والله تعلمتها من رفيقي الحمصي. ايوه، يعني بيشتغلوا نص تشغيله هون بعدين بتحطوا على الهواء بس يشعل هوي بيشتغل كله. ايوه هي طريقه حلوه والله. انا مليت كرتون وورق شغله ما شاء الله. استوى الفحم؟ استوى اللوز. وين احمد؟ بسم الله. يا عيني الله يبارك له. هذا السيخ نص طقه شايفه هيك نص طقه. ايوه تسوي على جنبه طقتين بطقه، طقتين بوس طقه بطقه. هيك يا رب. هتاكلوا معه ولا اجيب لكم الاكل جاهز معي؟
ابي شوي هون ابي شوي. ما شاء الله. محمد زدني. يا سلام. بابي نايم. بسم الله. يا سلام. تفضلوا. هي عملنا مارينا على الخبز، الشوكولاتة المقلية، الله خبزات هيك مشان تعدوهم. اليوم أكثر شيء محظوظين فيه كمان إنه القمر كامل ما شاء الله. بدر. هذا كان فيديو اليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا معنا. إذا عجبكم الفيديو ما تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك، واللي ما مشترك يشترك ليصلوا إشعار بكل شي جديد. انتظرونا إن شاء الله بالجزء الثاني من رحلة إلى اللاذقية. بتمنى لكم الصحة والعافية، ودمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.